مساء النور والسرور. قصتنا اليوم من جازان، من المملكة العربية السعودية، لسيدة اسمها حصة، اللي من لحظة توقيع عقد زواجها تحولت حياتها لجحيم. ما رح طول بالمقدمة، خلينا نبدأ القصة مع بعض. حصة عمرها حوالي 60 سنة. الله رزقها 7 أولاد، 4 بنات و3 شباب. ومن وقت ما تزوجت لو وصلت لهذا العمر حرفيا عم تعاني من زوجها القاسي، يعني ضرب وإهانات وشتايم، وفوقها ذل وقهر يوميا. هيك حياتها. بداية زواجها أهلها يقولوا لها بكرة بس الله يرزقك بأولاد حيتحسن أخلاقهم، بس هو أبدا. بعد إنجاب الولد الأول ازداد سوء وصار عصبي أكثر من الأول بكتير، ما تحسن ولا شوي. وتطورت الحالة حتى أهلها ما عاد دافعوا عنها وتركوها تعيش لحالها هي المعاناة، لدرجة يوم من الأيام زعلت وراحت لعند أهلها. والمساء لحقها زوجها وبدي يشتكي من سلوكياتها وإنه هو ما بقى يقدر يتحملها، عم تعمل له تعب نفسي وضغط. وبنفس اليوم المساء قال لأخوها قومي البسي بدي وديكي لبيت زوجي، وفعلا لبست وراحت معه. ولما وصلوا ودخلوا على البيت بدي أخوها ينزل فيها ضرب قدام زوجها وقدام أولادها، لدرجة إنه أولادها صاروا يطلعوا عليها هي وعم تنضرب ويضحكوا ويتمسخروا ويستهزئوا باللي عم يصير بأمهم، لأن الأب كان مربيهم هو إله السمع والطاعة، أما هي فتعتبر خادمة بهذا البيت. يعني مجرد تتجادل هي والأب شوي الكل يهجم عليها ويصير ضدها. ولما كبر وما عاد عنده القوة يستمر بضرب حصة، بدي يحرض ولاده الكبار يلي صار عمرهم بالعشرينات يقوموا يعتدوا عليها بالضرب. يعني الكل مشوا على منهج أبوهم، هي الطريقة الوحيدة يلي علمهم ياها أبوهم بالتعامل مع أمهم. وبعد ما وصلت لعمر 60 سنة وهي عم تتعرض للإهانات والعنف والقساوة والضرب من جوزها وأولادها وأهلها، كرهت حالها وكرهت كل الحياة. وبهداك اليوم بشهر 2 2005 كانت كتير ليلة طويلة على حصة ومشؤومة، لأن زوجها ضل يغلط عليها ويسبها ويهينها ويضربها لحتى طلع الصبح. جازان فيها حوالي 30 ألف مزرعة ذرة، وبينتجوا حوالي 95% من إنتاج السعودية للذرة، وهن عندهم وحدة من هي المزارع يلي موجودة بمنطقة جبلية. بتروح هي وجوزها بيشتغلوا فيها، وأحيانا بيهجم على المحصول نوع من القردة، فمشان يحموا المحصول كان عندهم سلاح وجوزها معلمها على استعماله. حصة بهداك اليوم ما نامت الليل وقررت يا تنهي حياتها يا تنهي حياة جوزها، وبديت تصفن وتفكر وتخطط. عندهم بالبيت فأس بيستعملوه للحفر وأحيانا لقطع الخشب، وقالت لحالها هلأ بدي استنى أولادي لحتى اللي بده يروح على المدرسة يروح واللي بده يروح على شغله يروح، ويفضل بيت وضل أنا وزوجي لحالنا، وأضربه بالفأس وإنهي حياته. بس بركي ضربته وما مات. في تحت التخت اللي بينام عليه جوزها دائما سلاح، قالت بستخدم هذا السلاح أضمن لأقضي عليه نهائيا. المهم بعد ما راحوا كلياتهم وبقيت بالبيت بنتها الصغيرة، ومثل العادة قامت تعمل فطور لأبوها. قالت له أما أنا ما بدي أفطر اليوم، بس أعطيني تفاحة بدي أخذها معي على المزرعة. هي مشان تصرف البنت لبعيد، وأول ما طلعت من الغرفة تيجي حصة طالع السلاح من تحت التخت وتصوب السلاح على جوزها وتنعره بالأخمص تبع الرشاش وتقول له وقف. هو فتح عيونه ومذهول ومنصدم إنه أول مرة حصة تتصرف بهي الطريقة. طلع فيها وصار يتمسخر عليها ويستهزئ فيها، على الرغم إنه هو معلمها على إطلاق النار مشان لما يكونوا بالمزرعة ويهجموا القرود على المحصول تطلق عليهم ويهربوا. قالت له وقف، ما رد عليها أبدا، وتقوم وتطلق عليه النار. 5 طلقات كانت كافية إنه تضمن زوجها يفارق الحياة. وعلى صوت ضرب النار اجت بنتها وبديت تصرخ. حصة لبست أواعيها وراحت لبيت جيرانهم تدق عليهم الباب. يفتح الجار الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام.
قال لها خير شو صاير؟ كأنه سمعت صوت إطلاق نار طالع من بيتكم. قالت له أنا قتلت جوزي وبدي إياك تتصل بالشرطة لأنه بدي سلم نفسي. حصة خلص ما عاد فرق معاها شي بهالدنيا، وصلت لمرحلة اليأس، بدها تخلص من هذا الجحيم يلي صار عايشته 40 سنة. وفعلا الجار اتصل على الشرطة وقال لهم في عندي جارتي قتلت زوجها وبدها تسلم نفسها، وأنا فعلا سمعت صوت إطلاق النار. فورا استنفروا رجال الأمن ووصلوا لعنوان البيت اللي أعطاهم إياه الجار، وفاتوا ولقوا الرجال مقتول وبنته واقفة على الباب عم تصرخ وتضرب حالها وتبكي. راحوا لبيت الجار اللي بلغ ويلقوا القبض على حصة ويحيلوها للجهات المختصة، وإجا الطب الشرعي وبديوا يفحصوا بالجثة ونقلوه على المستشفى ليكتبوا التقرير كامل. وبعد ما خلصت كل هي الإجراءات اجوا الأولاد وأخذوا جثة أبوهم وراحوا دفنوها. يمكن كل اللي مروا حكيته بفاجئ، بس القصة إلها بعد تاني صادم. حصة بالتحقيق اعترفت بكل شيء وبكل التفاصيل، وكانت أقوالها متطابقة تماما مع الحدث والشهود وموقع الجريمة وتقرير الطب الشرعي. يعني الموضوع كجريمة مكتملة الأركان، وتم إحالها للمحاكمة. وبأول جلسة جابوها من إدارة السجن حتى تحضر المحاكمة. الصدمة كانت لما لقيت أولادها السبعة جايين ليحضروا المحاكمة، ولما القاضي قرأ ملف القضية واعترافات حصة سأل أولياء الدم يلي هن أولاد المقتول وأولادها، يعني بالنهاية هي أمهم، وقالهم شو اللي بتطالبوا أنتوا فيه؟ السبعة قالوا بصوت واحد نحن بدنا القصاص من اللي قتل أبونا، يعني بدنا تقتلوا أمنا يلي قتلت أبونا. بغض النظر عن الجريمة كان هذا الطلب صادم لكل من سمع القضية، من القاضي للصحفيين الموجودين للناس، ووصلت للرأي العام. والله لا يحط حدا بهالموقف ويبعد هالشر عن كل الناس. يعني الأم قتلت الأب لأنه كان يعذبها ويضربها أو حتى لأي سبب كان، وطبيعي إنه يتم معاقبته. بس الصادم إنه الأولاد السبعة ولا واحد طلب الرأفة لأمه، كلهم بدهم القصاص. يعني الأب مات وبدهم يموتوا كمان أمهم، شيء عجيب. بالنهاية بتضل هي أم بعيد عن القانون وعن رأي الناس، بس بالنسبة لهم هي أمهم. ولأن نحن بشر بالفطرة الولد دائما بيوقف مع أمه حتى لو كانت غلطانة، هيك طبيعة البشر. المفاجأة كانت إنه السبعة ولا واحد عنده أي تردد أو تبرير ليلي فعلته أمهم، كلهم بدهم القصاص وقتل أمهم. القاضي وقف محتار، كل الأدلة ضدها وفوقها هي معترفة بكل التفاصيل، بالإضافة لأصحاب الدم، ويحكم على حصة بالقصاص. وانتشرت القصة مو بس بالسعودية، بكل الخليج العربي. كانت مكتوبة بالبنط العريض بكل الصحف إنه 7 أولاد يطالبون بالقصاص من أمهم لأنه قتلت أبوهم. الناس صارت تقول إنه ممكن هلأ بأول محاكمة ووجعهم جديد، مع الوقت لبين ما يصير موعد المحاكمة الثانية رح تبرد القصة ويغيروا رأيهم ورح يحنوا، لأنه بالنهاية هي أمه، ووقت بيصير الجد بالجد وبده يتنفذ فيها الحكم أكيد ما رح يرضوا ويتنازلوا. وانتظروا لوقت محكمة الاستئناف يلي هي الدرجة الثانية من المحاكمة. والصدمة إنه كانوا مصرين كتير على إنه يتم القصاص من أمهم، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم. خلص ما ضل شيء وتم إيداع حصة في السجن. حصة ما كانت عم تصدق إنه أولادها عندهم هذا الإصرار الشديد للقصاص منها، وبقيت أول سنة وتاني سنة وثالث سنة. بس بهي السنوات وسائل الإعلام ما كانوا يتركوا حصة وقصتها تمر مرور الكرام. كل كم شهر يبعتوا لها صحفية وتعمل معاها مقابلة، ورد يبعتوا صحفي آخر ورد يعملوا معاها مقابلة تانية، وحصة ما عم يطلع معاها غير البكي، وتقول لهم أنا ما بدي شي من هالدنيا، حبسوني عاقبوني اعدموني، بس بدي أولادي يسامحوني. والله أنا ما سويت هي الجريمة إلا من كتر ما انضغط علي من إهانات وشتائم وضرب، وكانت الحياة معه كتير قاسية. وسنوات أنا قاعدة وصابرة، بس والله ما بقى قدر أتحمل.
أنا أكتر شي عم يعذبني هن أولادي، أنا بدي إياهم يسامحوني، وبدي تهيي المناشدات تصل للصحف وتنتشر أكتر وأكتر، وبدي يتدخل بالقصة من خيرة الوجهاء والشيوخ بالمنطقة لتطورت وصاروا يتدخلوا رجال الدين وحتى الأمراء. يعني ما ضل شخصية معروفة ولا غير معروفة إلا تدخلوا بالموضوع وراحوا لعند أولاد حصة ويترجوهم إنه يتنازلوا عن حقهم لأمهم، والدية اللي بدكن إياها نحن بندفع لكم إياها، بس تنازلوا وهن يقولوا مستحيل. كل المحاولات اللي عملوها باءت بالفشل. المهم وتمر السنة الرابعة وتجي جمعية حقوق الإنسان السعودية يقابلوا حصة وترجع تقول لهم احكوا مع أولادي خلي يتنازلوا، لك أنا أمهم، أنا اللي ربيتهم وتعبت عليهم، وهن بيعرفوا كيف كان أبوهم يأذيني ويهيني ويضربني، حتى أولادي الكبار الاثنين كانوا يساعدوه بالضرب لما يقوم يضربني. وبالفعل راحت جمعية حقوق الإنسان لعند أولادها وبديوا يترجوا فيهم، وخصوصا يترجوا بالبنات إنه هن بيكونوا أطيب وأكثر تسامح، لأن خلص ما بقى في وقت. بالسنة الخامسة مقرر إنه ينفذوا حكم القصاص على والدتهم، وهلأ نحن بالسنة الرابعة وتمر 6 أشهر. هلأ صار يعني بأي لحظة ممكن يستدعوها وينفذوا فيها حكم الإعدام. وحصة كانت من بداية دخولها للسجن عم تحفظ القرآن، وقالت خلص أنا مسلمة حالي وروحي ونفسي لرب العالمين، وخلصت كل حلول الأرض وحلت أمري وفوضته لرب العالمين خلص. وبآخر أيام حصة ما عاد طلبت المغفرة من أولادها ولا تلجأ للصحف ولا تقدم طلبات استرحام للقضاء. يأست، كانت طول النهار تقرأ قرآن وتصلي وتدعي لرب العالمين إنه يفكها وينصفها. هي الصدمة اللي بعدها بيوم من الأيامات جيجوا لعندها كل السجانات، وهن طبعا كتير زعلانين عليها كيف بده يتنفذ فيها حكم الإعدام وبطلب من أبنائها. ولكن حكم الله وقضاؤه قالوا لها يا حصة نحن ما بنقدر نعمل لك شيء، جازي حالك، بكرة رح يتم تنفيذ فيكي حكم القصاص. قالت لهم أنا جاهزة للحكم وما عندي أي مانع بتنفيذه، أنا جاهزة لقابل ربي. وبهي الليلة حصلت معجزة، عقدت محكمة التمييز العليا بالعاصمة الرياض، واللي بتكون مشكلة غالبا من 5 قضاة بيكونوا هدلون من أصحاب الخبرة بالقضايا المختصة بتنفيذ حكم القصاص، مشان يصدقوا على الحكم لتنفيذه باليوم الثاني. ففتحوا ملف حصة، وهدول القضاة مختصين، يعني ما في تنفيذ حكم قصاص إلا مر عليهم وعرفوا كل حيثياته ودرسوه. بالنهاية هيروح إنسان، يعني وظيفة القضاة بأي دولة بالعالم يتأكدوا قبل ما ينفذوا حكم القصاص، لأن هذا إنهاء حياة بني آدم. ولما القضاة عم يقلبوا بالملف بعض منهم انصدموا، ما كانوا بيعرفوا القصة، والقصة مر عليها 4 سنوات ونص. وبعد التفحيص والتمحيص شافوا إنه حصة عندها دوافع قوية لارتكابها هي الجريمة، ضروري إنه يتم عقابها. بس لما شافوا إنه أولادها هن اللي عم يطالبوا بالقصاص منها انصدموا وقالوا لا، يعني هن بالشرع وبالدين إنه هي اللي بتأمر عليهم. وشافوا الورق يلي فيه عدة محاولات من قبل عدة جهات للصفح عن حصة، بس ولادها كانوا رافضين. حكموا القضاة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحصة والإفراج عنها، مكتفيين بالمدة الماضية اللي هي 4 سنوات ونصف يلي قضتها بالسجن. كان الحكم صدمة للجميع، حتى إدارة السجن لما وصلوا للقرار بالإفراج عنها ما كانوا عم يصدقوا. ولما راحوا لعند حصة ليخبروها بقرار الإفراج عنها كانت مفكرة إنه جايين ياخدوها لينفذوا فيها حكم الإعدام، وأخدوها وودوها للإدارة. وقال المدير شوفي يا حصة، أولادك للأسف ما رضيوا يتنازلوا. وحصة مستسلمة قالت له أنا بعرف ومؤمنة بقضاء الله وقدره. ويصدمها مدير السجن ويقول لها بس محكمة التمييز طلعت قرار بالإفراج عنك اليوم. فورا أغمى عليها
وبعد ما صحوها قالت له كيف شو صار كيف أفرجوا عني؟ قالها القضاء وقف حكم الإعدام وطلب الإفراج عنك والاكتفاء بالمدة يلي قضيتيها بالسجن يلي هي 4 سنين ونص، وانتي هلأ حرة طليقة، الله ييسر لك طريقك. وحتى إدارة السجن والموظفين كلهم احتفلوا فيها وعملوا لها حفلة كبيرة. سبحان الله يلي ما بينسى عباده حتى بأصعب المواقف، وإجاها الفرج من فوق 7 سماوات. ولكل قصة في بداية ونهاية، هيك بتنتهي قصتنا اليوم. شوفكن بقصة جديدة، بأمان الله، سلام.